عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زميل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم روتين جديد وفكرة جديدة وحاجة هنتعودوا عليها ان شاء الله. هنعملوا ميزانية البيت في اسبوع ان شاء الله بالنسبة للغدا بس. يعني الميزانية اللي معايا هنعمل بيها غدا بس، مش هنعمل بيها ولا فطار ولا عشاء. دي فكرة ويا ريت لو عجبتكم قولوا لي اعمل لكم الفيديوهات دي كتير. معانا 500 جنيه. ال 500 جنيه دول اهم 1 2 3 4 5 500 جنيه. هناخدوا ال 500 جنيه دول وهنسموا بسم الله الرحمن الرحيم. وحياة حبيبك النبي حط لايك، واللي ما اشتركش في القناة يطلع يشترك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. ال 500 جنيه دول يا حبايبي هنعمل منهم ادي 100 جنيه. هنحاولوا نجيبوا بيها ايه؟ هنجيبوا بيها اول حاجة هنجيبوا بيها مكرونة وهنجيبوا بيها رز. كل بيت ما بيخلاش من المكرونة والرز. هنجيبوا بيها 2 كيلو رز و2 كيلو مكرونة. عايزة اقول لكم الرز ب 26 و27 و28. ممكن اجيب 2 كيلو رز واخليهم على جنب. يبقى انا بال 100 جنيه الاولانية هجيب 2 كيلو رز وهجيب 2 كيلو مكرونه. المكرونه حبايبي في كيس ب25 في ب30، وانا ساعات بجيب السايبه ب20 وب22. يعني احنا هنجيبه 2 كيلو مكرونه بقى. يقسم لك ال2 كيلو على 4 كيس، يعني 4 اكلات. يبقى احنا كده في الاسبوع هنستعمله 2 كيلو رز و2 كيلو مكرونه، وده استحاله بيتش يستعمل 2 كيلو رز و2 كيلو مكرونه في الاسبوع. دي كده بس احنا بنجيب بالزياده، الفايض هينفعنا بعد كده. هناخدوا ال 100 جنيه التانيين يا حبايبي. ال 100 التانية يبقى كده خلاص قلنا اول 100 هنعمله بيها رز ومكرونه. تاني 100 حبايبي دي هجيب بيها ايه؟ هجيب بيها ربع عدس اصفر وربع عدس بجبه. كنت عايزه اقول لكم نجيبوا ربع مكرونه، ربع فاصوليا بيضه وربع لوبيا. لا بلاش الاسبوع ده نجيبوا الفاصوليا وكده. لكن هجيب بال50 جنيه اللي فاضله ايه؟ ممكن اجيب بيها 10 بيضات. يبقى ال100 دي ادي 100 اللي احنا قلنا رز ومكرونه. ال100 التانية هنعمله عدس اصفر، عدس بجبه، وهنجيبه 10 بيضات بس. المهم يبقى بيتشي عمران. يبقى ادي كده ايه؟ 100 جنيه كمان. تعالي على ال 100 جنيه التالتة دي. ال 100 جنيه التالتة دي هنعمله بيها حاجات. اهم حاجة تبقى موجودة عندي في البيت، هجيب بيها طماطم، هجيب بيها بصل، هجيب بيها حبايبي بطاطس. عندك البطاطس الكيلو ب20 جنيه، ممكن تجيبيها اقل شوية، ممكن تجيبيها ب15 جنيه. يبقى احنا جبنا ايه؟ 2 كيلو نجيبه 2 كيلو بطاطس ب30. والله لو البطاطس حلوة وب20 يبقى هنجيبه 2 كيلو بطاطس ب40 جنيه. يبقى 2 كيلو بطاطس ب40 جنيه. هنجيبه الطماطم في ب10، في ب8، في كيلو ونص ب10. ممكن نجيبه ايه؟ والبصل البصل ب10 جنيه وب8 جنيه. يعني ممكن نجيبه في الاسبوع هيكفينا نجيبه كيلو وربع بصل، او نجيبه 2 كيلو بصل ب16 جنيه. ماشي دي بصل. وتعالوا على الطماطم. لو الطماطم يبقى احنا كده هيتفضل معانا برضك الفايت سيبيه ما تقوليش حاجه. ممكن نجيبه 3 كيلو طماطم. انا بقول لك الاحسن اللي هي ب10 جنيه. لو جبنا طماطم ب10 جنيه يبقى هنجيبه 3 كيلو. لو جبناها مستويه شويه عشان المكرونه ممكن نجيبه، لو ب5 ولقيناها طريه شويه ممكن نجيبه 2 كيلو طماطم. نجيبه 2 كيلو طماطم ب10 جنيه، ودي اصلصها للمكرونه اللي انا هستعملها. يبقى اصبح كده عندي ال 100 جنيه التالتة. يبقى انا عندي 100 جنيه الاولانيه جبت رز ومكرونه، ال 100 جنيه التانية جبت عدس اصفر وعدس بجبه وجبت 10 بيضات. ال 100 التانيين جبت بطاطس وبصل وطماطم. طماطم وبصل بصل وطماطم وبطاطس. ده البيت ما يخلاش من الحاجه دي. كل اسبوع لو اشتريتي الحاجه دي هتكفيكي طول الاسبوع. فضل معايا حبايبي 200 جنيه. ال 200 جنيه دول هجيب بيهم ايه؟ ال 200 جنيه دول اللي هجيب بيهم البروتين. يا اجيب بيهم فرخه بال 200 جنيه، يا هجيب نص صدق ونص لحمه مفرومه. ماشي يا حبايبي؟ يا هجيب ده لوحده يا هجيب ده وهجيب ده. تعالوا بقى ادي كده احنا الربع ال 500 جنيه ده كده دول 200. يبقى قلنا ال 100 الرز والمكرونه، ال 100 التانية
عدس وبيض. 100 التالتة جبنة بطاطس وطماطم وبصل. 200 التانيين يا جبنة فرخة ب200 جنيه حسب الوزن بتاعها وحسب سعرها، يا جبنة نص صدق، يا جبنة لحمة مفرومة نص، يا جبنة كيلو بانيه. كيلو بانيه. البانيه طبعا الكيلو ده هينفعنا، هعمل بيه اكلات كتير. اصبح كده الايه، ادي الاسبوع ال 500 جنيه. تعالي لو احنا هنقوله وصفات الاكل اللي انا هعمله في الاسبوع، الاسبوع 7 ايام، هعمل بيه ايه الاسبوع 7 ايام، همشي بيهم ازاي يا جماعه؟ طبعا كل ست شاطرة تدبر حياتها وتدبر بيتها على قد عيشتها وعلى قد دخل جوزها. لو الست ما بتشتغلش وجوزها عطاها 500 جنيه في الاسبوع، قال لها اتصرفي دبريني، تدبره. انت الست الشاطرة اللي تدبر بيتها وتمشي بيتها حسب مصروف جوزها وحسب عيشة جوزها. عايزة اقول لكم ال 500 جنيه دول كانوا بيفتحوا بيت من كام سنة، لكن دلوقتي احنا جايبينهم للاسبوع وغدا بس، مش فطار وعشاء. انا ما دخلتش فيهم فطار وعشاء عشان ما تقولش الست دي بكاشه، احنا دي الغدا واقل حاجه. دلوقتي خلاص يا حبايبي، انا نزلت جبت حاجتي وصرفت ال 500 جنيه وجيت بدات بالنسبه لل 200 جنيه اللي هم بتوع البروتين. احنا اتكلمنا على ال 500 هيتقسموا ازاي. 2 كيلو 100 جنيه قلنا هنجيبه رز ومكرونه. ال 100 التانية هنجيبه الاسبوع ده مثلا عدس بجبه وعدس اصفر و10 بيضات. ال 100 التالتة اللي هو الطماطم والبطاطس والبصل. تعالوا على ال 200 جنيه 200 جنيه دول هنجيبه الاول. لو جبنا صدوق ولحمه مفرومه، ده الكيلو ب 160، يعني هنجيبه نص ونص هيبقى عندنا كويس كده. يبقى الاسبوع ده احنا جبنا نص لحمه مفرومه ونص صدوق. تعالي الاسبوع الجاي، ما احنا الاسبوع الجاي عندنا بردك هم ال 500 جنيه. تعالي على ال 200 جنيه البروتين، ممكن الاسبوع الجاي اجيب فرخه كامله، ما انا هيبقى فاضل عندي بردك من الاسبوع ده مثلا عملت زي ربع لحمه مفرومه وربع صدوق، اتفضل عندي ربعين هجيب عليهم الفرخه. خلاص كده. تالت اسبوع ممكن اجيب ايه؟ ممكن اجيب كيلو بانيه يا جماعه. يبقى احنا ال 200 جنيه دول هم اللي هنلعبوا فيهم، لكن ال 300 جنيه الاولانيين هو كل اسبوع كل مره هو اللي هجيبه. هجيب رز، هجيب مكرونه، هجيب طماطم، هجيب بصل. هلاقي عندي بطاطس زياده، ممكن ما اجيبش بقى بطاطس، ممكن اجيب كيلو بتنجان كوبي، اجيب نص بتنجان مملح، اجيب نص فلفل، اجيب نص ليمون. يعني بالنسبه لل 100 جنيه الخضار دول انا هلعب فيهم. مش كل مره هجيب بطاطس وبصل وطماطم، انا ممكن ما استعملش الطماطم، الاقي عندي الاسبوع الجاي طماطم كتير ما اجيبش طماطم، اجيب كيلو بتنجان كوبي، اجيب نص فاصوليا خضراء، اجيب اي حاجه تانية. انا بقول لك حاجات صغيره ونبنوا عليها حاجات كبيره. تعالي على ال 200 جنيه، يبقى اسبوع هجيب نص لحمه ونص صدوق، ممكن اجيب نص كبده، ممكن الاسبوع الجاي اجيب فرخايه، ممكن الاسبوع اللي وراه اجيب بانيه. البانيه بالنسبه للبانيه يا جماعه هقول لكم بردك عليه. البانيه ده حوالي 20 الكيلو، حوالي 20 قطعه. ممكن اخد منهم 5 قطع اقطعها بانيه، اقطعها شاورما واتبلها تتبيله الشاورما، هتنفعني في يوم. وبقيه البانيه اتبلها بانيه، اسحب منها الوقت اللي انا عايزاه. تعالوا بقى هنقولوا ايه الوجبات. خلاص كده احنا قسمنا نفسنا، قلنا هنجيبوا ايه، وقلنا الاسبوع ده جبنا صدق ومكرونه. تعالوا الوجبه الاولانيه، اول يوم احنا الاسبوع 7 ايام، فجينا اول يوم هنعمله ايه بقى؟ هنعمله عدس كشري اصفر. ونعمله ايه؟ ناخده 5 بيضات من البيت، نسلقوهم وندحرجوهم، نعمله طبق سلطه خضراء كده جنبهم. ما عنديش خضره مش هنقول لا، ممكن طماطمايه على بصلايه على قرن فلفل على شعره كمون شعره ملح زيت الخل ليمونيه عصره ليمونيه، تعمل لك طبق سلطه حلو. يبقى انا اكلت ايه في وجبتي؟ اكلت طبق كشري وكلت بضايه وكلت ايه؟ طبق السلطه. تعالوا على تاني يوم هنعمله ايه؟ قلنا اللحمه المفرومه. هنجيبوا اللحمه المفرومه النص كيلو اللي انا جبته، هتبله. كلنا شاطرين وستات شاطره ونعمله نعرفوا نتبلوا الكفته ازاي. هنجيب بصلتين على بصلصايه كبيره كده، اقشرها وابشرها على ملح فلفل اسود، ولو حبيتي تحطي بهارات فراخ، تحطي جوز الطيب، تحطي اي حاجه انت عايزه تحطيها على الكفته. التتبيله دي بتاعتك، لما نيجي في التتبيلات نبقى نقولوا عليها. يبقى احنا تاني يوم هنعمله كفته ومكرونه. تعالوا على تالت يوم بقى هنعمله ايه الاسبوع ده؟ نعمله صينيه. ناخده بطاطستين على بصلايه على قرن فلفل على طماطمتين، وناخده نص الصدق.
الصدوق احنا جايبين نصه، ناخده نصه نعمله صينيه صدوق صغيره كده، يطلعوا طبقين يا دوبك انا وعيالي هنتغدوا بيه. انت عايزه ايه اكتر من كده؟ كويس. وممكن تاكليه بالعيش حبته، ما تعمليش تعملي حبه رز، اعملي حبه رز، كوبايتين رز بالشعريه كده، كل واحد ياخد الطبق الرز بحتتين بطاطس بصبعين الصدوق، كلوا وشبعوا والحمد لله. تعالي بعد كده احنا كده يبقى احنا خدنا البيض وخدنا مكرونه وكفته وخدنا الصدوق. تعالوا نعمله ايه؟ صينيه بتنجان. يكون عندنا بتنجانتين مع بطاطسين نعمله طبق مسقعه. تعالي على سابع يوم مثلا ممكن نعمله عدس بجبه. تعالي في يوم من ضمن البقوليات، لو انت بتجيبي الاسبوع ده استعملنا العدس، الاسبوع استعملنا العدس الاصفر، العدس اللي بجبه وعدس اصفر، فاضل عندي عدس وعدس، ممكن ما اجيبش الاسبوع الجاي، ممكن هجيب بس مكرونه ورز، وحتى ساعه البقوليات دي اجيب بردك 10 بيضات، ما اخليش بيتي مخلي من البيض، واجيب ممكن فول بصاره، اجيب نص كيلو فول مدمس ادمسه لعيالي، بدل ما بجيب الكيس ب 10 جنيه ما بيكفيش، لا ادمس كيس فول يطلع لي 3 4 كيس احطهم في الفريزر، اسحب منهم واعمل يوم فول مقلي بالصلصه مع طبق بطاطس، اجي كده يوم وقضيت والحمد لله. اخر يوم قلنا هنعمله العدس بجبه. يبقى انا كده عندي السبع ايام عملتهم. ده كده الاسبوع ده انا ايه؟ عملت كشري وعملت كفته وعملت بطاطس بالصدوق وعملت صينيه مسقعه، عملت عدس بجبه، عملت طبق بصار، عملت طبق فول مقلي. ده الاختيارات دي ليكي. انت بتقولي نص الاسبوع ارداحي بس في بروتين، بس انا مدخلالك 3 حاجات بروتين في الاسبوع. مفيش يا جماعه حد بياكل كل يوم لحمه. كويس كده. ادي كده الاسبوع ده انا جبت صدق وجبت صدق وجبت لحمه مفرومه. ممكن الاسبوع الجاي اجيب كفته، اجيب فرخه، هخلي الراجل يقسمها لي على 8 حتت. اروح واخده مثلا الاسبوع ده جبت الفرخه، اعمل صينيه بطاطس بالفراخ مع بقيه الصدق بتاع المره اللي فاتت، مع يوم تاني اللحمه المفرومه اعمل كفته. تعالوا على اخر يوم، تالت اسبوع في الشهر، ممكن اجيب بدل الفرخه والصدق والفراخ، لاحظي ان انا هيبقى عندي كام حته فراخ فاضله، ممكن اجيب البانيه، اعمل طبق شاورما في يوم مع المكرونه، اخد البانيه ده احمره على يومين يكفيني مع المكرونه، يوم فراخ بانيه ومكرونه، يوم فراخ مكرونه. ممكن الرز ده اجيب كركم اجيب كركم او اقول للراجل اديني ب5 جنيه كبسه، خلطه الكبسه، واعمل لولادي طبق رز اصفر برز الرز المصري. مش لازم تقولي رز بسمتي اللي بقى ب100 وب120 جنيه، لا اجيب الرز المصري واعمله هيبقى جميل وتحفه، واعمل منه طبق بانيه، واجي يوم قضيته. يبقى انا كده اصبح عندي الشهر كله عرفت انا بجيب ايه. تعالوا بقى في اخر شهر، مش ممكن ما اجيبش حاجه، ممكن ما اجيبش بال200 جنيه ده بروتين ولا حاجه، عندي بواقي في الثلاجه، عندي حته صدق تكفيني يوم، عندي لحمه، عندي حتتين فراخ، عندي حتتين بانيه، اجيب ايه بال200 جنيه؟ ممكن اعمل لعيالي اكله سمك بقى، اعمل لهم اكل السمك بقى، ابر عليهم بقى طول الشهر، عمال اديهم عدس وبصاره ومش اكل لهم اكله سمك. لو جبت لو الجمبري ب200 جنيه اجيب لهم نص بانيه، واجيب كيلو ونص سمك بولتش، اقللهم طبق سمك بولتشي، واعمل رز صياديه، واعمل لهم طبق النص جمبري كده، اعمل نص جمبري في النص كده، ابر على ولادي شويه. ماشي يا حبايبي. وده كان الفيديو بتاعنا. الفيديو ده يا رب يكون عجبكم، ويا رب تستفادوا منه او تكونوا طلعتوا منه بحاجه. ولو حابيني اعمل لكم فيديوهات من كده للميزانيه قولوا لي وانا هعمل لكم، وعندي افكار كتيره هطرحها عليكم ان شاء الله. ما تنسونيش يا حبايبي كومنت حلو منكم، اللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك في القناه، واول ما يظهر لك الجرس دوس عليه عشان يطلع لك الكل، دوس على الكل عشان تشوف كل فيديو انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.